قل غير مخلوق كلام إلهنا، واعجل ولا تك في الإجابة واني. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله، والقائلون بخلقه شكلان. وتجنب اللفظين إن كليهما، ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي، واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد، واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا، عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد، متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله، منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. الله قد علم السعادة والشقاء، وهما ومنزلتاهما ضدان. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا، ولا يقدر على خذلان. سبحان من يجري الأمور بحكمة، في الخلق بالأرزاق والحرمان. نفذت مشيئته بسابق علمه، في خلقه عدلا بلا عدوان. والكل في أم الكتاب مسطر، من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. دن بالشريعة والكتاب كليهما، فكلاهما للدين واسقتان. وكذا الشريعة والكتاب كلاهما، بجميع ما تأتيه محتفظان. ولكل عبد حافظان، لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمرا بكتب كلامه وفعاله، وهما لأمر الله مؤتمران. والله صدق وعده ووعيده، مما يعاين شخصه العينان. والله أكبر أن تحد صفاته، أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق، بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني. يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتان. وكذلك الأعمال يومئذ ترى، موضوعة في كفة الميزان. والكتب يومئذ تطاير في الورى، بشمائل الأيدي وبالأيمان. والله يومئذ يجيء لعرضنا، مع أنه في كل وقت داني. والأشعري يقول يأتي أمره، ويعيب وصف الله بالإتيان. والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. وعليه عرض الخلق يوم معادهم، للحكم كي يتناصف الخصمان. والله يومئذ نراه كما نرى، قمرا بدا للست بعد 8. يوم القيامة لو علمت بهوله، لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله، وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره، في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم، داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم، وفدا على نجب من العقيان. ويجيء فيه المجرمون إلى لظى، يتلمغون تلمظ العطشان. ودخول بعض المسلمين جهنما، بكبائر الآثام والطغيان. والله يرحمهم بصحة عقدهم، ويبدلوا من خوفهم بأمان. وشفيعهم عند الخروج محمد، وطهورهم في شاطئ الحيوان.
حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تك في الإجابة واني. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والعيدان. مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينه بمشان. وصيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان. صلى النبي به 3 رغبة وروى الجماعة أنها 2. إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان. والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. كبر هديت على الجنائز 4 واسأل لها بالعفو والغفران. إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان. إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان. لا تفطرن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الوراء 2 متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان. لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه وتقول من رمضان. لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان. وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. بنتاهما أسنى سناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان. أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان. وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان. وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعان. كانا على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان. أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان. أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي 2. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان.
هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أدهان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان